هو أنا لمّا أقول لك إن مصر بلد الفن والموسيقى منذ قديم الزمن، فهييجي في بالك مثلًا منذ قديم الزمن ده يعني حوالي 20، 30، 50، 100 سنة قبل كده، ولكن يؤسفني أقول لك إن إحنا بلد الفن والموسيقى منذ أجدادنا المصريين القدماء، وده مش مجرد كلام باقوله وخلاص، لأن كشفت جدران المعابد والآثار الموجودة عن اهتمام المصريين القدماء بالموسيقى، حيث عرف المصريين القدماء الموسيقى في العصر الفرعوني في زمن مبكر جدًا، وده موجود ومدون على جدران مقابر ملوك الدولة القديمة. والموسيقى استخدمت بشكل يومي للتسلية والطرب، فمثلا يوم 21 يونيو 2024 احتفل المتحف المصري القديم باليوم العالمي للموسيقى عن طريق ان هو عرض مجموعة من 22 قطعة أثرية تعبر عن الموسيقى في مصر القديمة. ووضحت الدكتورة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير ان المصري القديم اهتم كثيرا بالموسيقى وكان لها منزلتها في الحياة المدنية والدينية وفي الأعياد والاحتفالات وساحات المآدب والمعابد، وكان فن منظم له أصوله وقواعده وله مشرفين ومدربين. وأضافت أن المعبودة حتحور ارتبطت ارتباطا وثيقا بالموسيقى حيث لقبت بسيدة الموسيقى، واقترنت بحماية الموسيقى والموسيقيين في مصر القديمة، كما ارتبطت الموسيقى بالمعبود بس. وصور هذا الجانب الهام في حياة المصري القديم منذ عهد بداية الأسرات المبكر، حيث عثر على القطع الأثرية والمناظر التي تبرز أهمية الموسيقى في تلك الفترة، وشملت الآلات الموسيقية المصرية القديمة، الآلات الإيقاعية والهوائية والآلات الوترية. فلو سمحت اعتز بثقافة وحضارة وتاريخ بلدك وساهم في نشرها، وشكرا.